لما الظلم زاد وخسر كل حاجة قرر يرجع، بس المرة دي مفيش رحمة. الجزء الرابع من أقوى قصة انتقام ماجر كيم. الأجزاء اللي فاتت سايب لك اللينك في الوصف، ويلا نبدأ. كيم بيطلع يجري زي المجنون بيدور على بنته، ويلاحظ أعلى الغرفة وهي بتتسلق عشان توصل للطريق. بينادي عليها بأعلى صوته بس المسافة بعيدة. مين جي بتطلب المساعدة من عربية غريبة، هو العربية بتشيلها وبيمشي. ليه ما ساعدتهاش يا حبيبي؟ دي محتالة، ايه اللي هيجيب بنت عادية الحتة دي؟ خطوات سريعة كيم بيوصل على الطريق. الوقت ده نام مساعد الرئيس جو بيخلع سنان الكلب وسط صرخات من الألم والعذاب. انت ليه عملت كده؟ انا سبتك تعيش مرة، انت ليه عضيت تاني؟ ايه رأيك نعيد مشهد زمان؟ وبيجي فلاش باك لماضي رئيس العصابة الملقب بالكلب مع الرئيس جو. ايه رأيك تشتغل تحت امرتي؟ وليه اشتغل عندك يا ابن انت من الريف صح؟ انا كمان من الريف. ايوه عاوز ايه يعني؟ زمان كنت مربي كلب عندي شرس وكان هيعضني بس انا روضته. انت عارف ازاي بروض الكلاب؟ وبيجي المساعد وبيحمل حله سوري طنجره وطريقة ترويض الكلاب هي خلع أسنان الكلب وتعامل بطاطا الساخنة. بعد فترة من التعذيب بيستسلم الكلب ويتوصل لحياته. نرجع للحاضر. انت لسه عايش عشان لسه مفيد. ايه المرة دي هتخلوني كبش فدا ولا ايه؟ لأ، انت المرة دي هتخطف وتقتل أبناء السياسيون أعدائنا. تعرف حاجة؟ الحياة مش مستاهلة. وبيحاول ينتحر. مساعد بيلحقه. وعلى كل حال البنت لسه عايشة وأبوها بيدور عليها. نام مش بيمتلك أعصابه وبيقتله. يلا بينا نتحرك بسرعة، البنت لسه عايشة. كيم بعد ما بيطلع مش بيلاقي مين جي، بيروح لعربية الرئيس جو. الدنيا غريبة أوي يا ريس، مش أتوقع إنها تيجي برجالة. هان نضفها وابعتها على غرفتي. كيم فات بيه الكيل. ألو، أهلا عميل 66، الرخصة القتل الخاصة بي لا تزال سارية. وبيطلع يجري يوصل السوق وبياخد كيم وراه. الوقت ده فرق الجنج بتعثر عليه. يا ريس احنا لقينا اشيائك مع راجل عجوز. سو كان واخد محفظته وهدومه وكان مبدلهم بالفيسبا اللي راكب عليها. بنهيب الجنج ويبدأ في مطاردتهم. نجلس مين جي مع الريس جو. ايه اللي حصل معاكي؟ اخر حاجه فاكراها ان انا صحيت في مستودع التجميل. يعني مش فاكرة اي حاجة من امبارح؟ ثواني كده. لا خالص. انت زميلة يويو في المدرسة. ايوه بس مش قوي. عارف هي عصبية شوية بس من جوه بسكوتة. بس انت شكلك بتحبها كتير. ايوه ده بنتي الوحيدة. بتحبها قد ايه؟ لدرجة ان انا غطت عليها في اي جريمة. ايه افتكرت حاجة؟ لا. طب خليني افكرك. بنتي حاولت تقتلك. انت فاكرة ان انا غبي وهصدقك؟ من امتى وانت عارف؟ من اللحظة اللي دخلت فيها العربية. هان اعتني بيها مع توصلات لحياتها. هان بيطلع حقنة وبيحقنها بيها لموقع بيت الرمز 66. برن الجرس يا ريس ومحدش بيرد. انت جاي تزور خالتك؟ اقتحم المكان. انتوا بتعملوا ايه؟ دي ملكية خاصة، امشي لا نضربك بالنار. ملكية خاصة؟ انا الحكومة يا ولاد المت. جو بيلاحظ وجودهم. جانج بيقتحم المكان بحث عن مين جي. وفريق جانج بيبحث في المكان. يجي يولع سيجارة. جو انك دخلت بيتي فجأة وكسرت البيبان وهددتني ماشي، بس تولع سيجارة ده اللي مش هسمح بيه ابدا. يا ريس مفيش حاجة هنا. ده هادي ليه؟ ثواني وهيجوا النجوم الستة. انت ما تعرفش هما مين، ومجرد ما هيجوا انت كده اتحبست والمحترفين. نام بيعترض طريق النجوم الستة. حرك او تموت. يهجم واحد منهم. نام بايد واحدة بيرجعه 70 متر والتاني بيهجم. يلا جنب اخوه بيسففوا التراب. دي ملكية خاصة. واضح ان الذوق مش نافع. هيكونوا هنا قريب ومذكرة التفتيش على وشك الطلوع. جيت هنا من غير مذكرة تفتيش؟ مدهش. طبعا ما عنديش حاجة اخاف منها، واي لحظة هيوصلوا. اهو وصلوا اهو. تعالى هنا يا كنت بتقول ان مفيش حاجه تخاف منها. انا عندي اللي يخوفك. كيم بيراقب بيت جو بعد ما تتبعوا جانج. لو هما ما عرفوش يوصلوا لنا هيروحوا على بنتك. ازاي بقى هنخرجها؟ كيم بياخد شويه طين من على الارض وبيموت بيهم وشه. خلينا نعملها زي كل مره. استنى. بيلاحظوا واحد من نجوم الست بيقتحم المخزن. جانج بينفجر بالغضب. انت بتهددني؟ انت متأكد من اللي انت بتقوله ده؟ يا ريس مذكرة التفتيش اترفضت. وخد كلم نائب الوزير. اهلا جانج، ارجع، انت تسببت كتير من الفوضى. جانج بيتفجر بالغضب وبينزل تكسير في العفش. استنى بس، نهايتك هتكون على ايدي. يلا نمشي. يرجع براه بهدوء. يا ريس البت اتخطفت.
أغبياء فاكرين النجوم الستة تخصصهم هو القتال، التخصص الأساسي بتاعهم هو البحث. مين جيب تشكرهم؟ حرفيا محدش طايقها في أم الملك. ينقض عليها واحد من النجوم الستة وبيفقدها الوعي عشان ما تهربش تاني. كيم بيتسلل بالخفاء في أحد عربيات التابعة للجانب. إيه أهمية الرمز 66؟ هو كان خطير بس ده في الماضي. كوريا الشمالية عاوزاه بأي تمن. لمحاولة اختيار رئيس كوريا الشمالية مرتين. بره عننا الكلام ده طبعا يا أخوي. وهما بيتكلموا كيم بيخلص عليهم واحد واحد. وشه جاب شاش وبياكلوا بالرجل وبيخنقوا هو والسواق في وقت واحد. باقي فريق جانج بيلعبوا في الخطوات العربية الغريبة وبيحاولوا يبلغوا جانج. في الوقت ده كيم زي العربية بسرعة جنونية. أهلا، أنت سامعني؟ بنتي معاك في العربية صح؟ لو في شعرة منها اتلمست انتوا جميعا في عداد الموتى. أهلا رمز 66. أيوة بنتك معانا، هتعمل إيه يعني؟ أنا بالفعل وصلت للمقر، لو عاوزها تعالى خدها وأنا قاعد مستنيك. تمام، وشكلك بتحب الهدايا. أجيب لك واحدة وأنا جاي. وبيقفل الخط بأسرع ما يمكن. امنعوا أي حد من الدخول، امنعوا حاجز بطول كيلومتر ودخلوا البت غرفة الاستجواب. يا انت يا رمز 66، يا انت. لو عاوز تعرف كيم هيوصل لبنته ازاي حط لايك واشتراك.